في إطار رؤية القوات المسلحة لتطوير وحداتها، تم تسليح معسكر اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز قابيل بالفرقة الرابعة المدرعة، وتزويده بأحدث نظم التسليح ليكون قادرا على حماية مصر وشعبها العظيم. ولم يقتصر التطوير على الكفاءة القتالية، بل امتد ليشمل رفع الكفاءة الإدارية، فأصدرت القيادة العامة أوامرها بإنشاء مدينة سكنية جديدة. وتكونت المدينة من العديد من المنشآت والمرافق المصممة هندسيا بأعلى مستوى من الإنشاء المعماري، والمجهزة إداريا بأرقى مستويات التجهيز المتناسق والجمالي. جهد زاخر وعمل متواصل تحت شعار الإيمان، الصمود، التحدي.